كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا نعمل فطير العذراء والملاك. زي ما انتوا شايفين قد ايه هو طري هش جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا يا جماعة، يعني هي مش محتاجة اوصفه. الطريقة دي لو جربتوها مرة هتعتمدوها على طول زي كده بالظبط. بجد انا ما مش بغيرها. تعالوا نشوف الطريقة والمكونات ازاي. هحتاج لكيلو من الدقيق منخول كويس قوي وعليه رشة ملح. هجيب في كوباية، اجيب نص كوباية مية دافية عليها معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة. هدوبهم مع بعض ونركنهم على جنب لغاية ما الخميرة تتفاعل. بعد كده هجيب 2 كوبايتين مية دافية عليهم كوباية من السكر. والكوباية اللي انا هستعملها في كل المقادير، يعني اللي هعاير بيها المية هعاير بيها السكر هعاير بيها كل حاجة. هدوب السكر كويس مع المية برضو اركنه على جنب. بعد كده اجي للدقيق احط عليه الكيلو الدقيق هيحتاج معايا الكوباية من الزيت. اقلبه كويس قوي وبعد كده لغاية ما الزيت الدقيق يتغلف بالزيت. مهمة اوي الخطوة دي، ان انا اخلي الزيت يغلف الدقيق كويس قوي. وكل شوية لازم اديله تقليبة من تحت علشان لو في اي دقيق موصلهوش زيت يوصله. اهو لازم يبقى كده بالمنظر ده. نرجع بقى نحط اللي احنا عملناه اللي هو الخميرة والمية بالسكر، خليط الخميرة بالسكر وخليط المية بالسكر نحطه كله ونعجن بقى كويس جدا. اهم حاجة في المعجنات اي نوع معجنات هي العجن. هتعجنيها كويس هتاخدي نتيجة كويس. انا هنا بشوف هل العجينة مظبوطة ولا محتاجة حاجة. انا لقيتها مظبوطة جدا ومش محتاجة اي حاجة فكملت عجن عادي. بقول لكم يا جماعة المقادير دي مظبوطة جدا هترتاحوا جدا. الطريقة دي بجد حلوة قوي. شايفين هنا بعد ما اتعجنت كويس شكلها عامل ازاي؟ شايفين العجينة بتمط وطرية حلو قوي فيها تلزيقة خفيفة قوي. كل ما هتعجنيها كويس هتديها حقها في العجن هتديكي نتيجة هايلة في الاخر. دلوقتي انا هركنها. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ هركنها على جنب اغطيها كويس واركنها عشان تخمر. هنا بعد ما خمرت هدعك احط شوية زيت على ايدي والم العجينة على بعض. وبعد كده نبدأ نقطعها الحجم اللي انتوا حابينه. ناخد كور كده ونلفها كويس وبعد كده ندوس عليها ضغطة بسيطة مش جامدة قوي. لازم نسيب فيها ارتفاع عشان يطلع معانا فلافي. اهو شايفين يبقى ارتفاعها كده مظبوط. فانا دايما انا بس بوريكم هنا انا دايما بكوره واحطه في الصاج واضغط عليه الضغطة دي في الصاج. هنسيبه دلوقتي يخمر مرة تانية. هنا لو حابين نحشيه اي نوع مكسرات انا عملت حبة بزبيب. انتوا لو عايزين تحشوه اوكي، لو مش عايزين خلاص. هكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. اهو طبعا درجة اللون اللي انتوا حابينه. انا بحبه محمر بصراحة فزي ما انتوا حابين طبعا دي ترجع لكم. بنسيبه 15 دقيقة بالظبط. بصوا شايفين قد ايه فلافي، قد ايه هش، قد ايه طري. تحفة تحفة. والمقدار السكر بتاعه مظبوط جدا. لو انتوا حابينه مسكر شوية زودوا ربع كوباية. دي حاجة حسب الذوق كل واحد، دي حاجة ترجع لكم. وبالهنا والشفا.